ولقد كنت أعرف جوهر قواتنا المسلحة، ولم يكن حديثي عنها رجما بالغيب ولا تكهنا. لقد خرجت من صفوف هذه القوات المسلحة وعشت بنفسي تقاليده، وتشرفت بالخدمة في صفوفها وتحت ألويتها. إن سجل هذه القوات كان باهرا. أقدر عزة ومكانة العقيدة العسكرية المصرية الحريصة دائما على الحفاظ على الأمن والاستقرار وحدود الدولة وحماية مصالحها القومية بعقل ورشد وتدبر. وطول ما القوات المسلحة يقظة منتبهة مستعدة مدربة أمينة شريفة، مفيش خوف أبدا من حاجة. أكتوبر 73 إرادة شعب صنعت مجد. سوف يجيء يوم نجلس فيه لنقص ونروي ماذا فعل كل منا في موقعه، وكيف حمل كل منا أمانته وأدى دوره، كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة. إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد الخوف، أنه قد أصبح له درع وسيف